السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مكملين في سلسلة مراجعة اللابات اللي بدأناها من فترة، والوحش اللي معانا النهاردة دوت يعتبر هو ثالث لاب في السلسلة دي، ولسه مكملين فيها زي ما قلت إن شاء الله، وهيكون في المستقبل في فيديوهات كتير جدا في فئات سعرية مختلفة لللابات وكمان في كافة الاستخدامات. الوحش اللي معانا ده طبعا هو لاب من اللابات الغنية عن التعريف من إصدارات أومن اللي بتوفرها HP، وطبعا هو لاب موجه للألعاب بشكل مباشر، لكن المواصفات الداخلية بتاعته تعتبر قوية جدا، وبالتالي هو موجه لكافة الاستخدامات. هنتعرف بقى على كل حاجه خاصه بالوحش اللي معانا النهارده دوت، لكن انا حابب اوجه شكر لرام ستور على توفيرهم اللاب ده، واللينك بتاعهم طبعا هتلاقوه في وصف الفيديو. بدون بقى رغي ودوشه كتير، يلا بينا نخش في الموضوع على طول. واول حاجه هنبتدي بقى الكلام كالعاده وهي التصميم. التصميم اللي موجود على الأومن HP هنا يعتبر مختلف، وبعكس كل اللابات التقليدية اللي انت متعود تشوفها، اللاب هنا بيعبر بشكل كبير جدا عن كونه لاب موجه للألعاب. التصميم طبعا جاي كله من البلاستيك، لكن خامات التصنيع بتاعته تعتبر محترمه جدا، وما تقلقش من كونه جاي هنا من البلاستيك. الظهر بتاعه جاي بتقسيمه غريبه زي ما انتم شايفين كده، وعليه اللوجو باللون الاحمر بتاع اومن، وكمان هنا نفس الكلام بالنسبه لللاب من الاسفل، لازال برضه بيجي بنفس التقسيمه الغريبه ديت برضه مع اللوجو بتاع اومن. بالاضافه طبعا هنا ان بيجي فيه فتحات التهويه الكبيره جدا، واللي هتساعد بشكل كبير جدا في اداء اللاب بسبب طبعا كارت الشاشه العملاق اللي هنتكلم عنه كمان شويه. في الجنب اليمين من اللاب هنا عندك فتحه USB بالاضافه لمنفذ الشحن، وفي الجنب الشمال عندك USB بالاضافه لفتحه مايك وفتحه هيدفون، بالاضافه كمان لمدخل SD كارد. في اللاب من ورا عندك فتحتين التهويه، واللي بيساعدوا بشكل كبير جدا مع الفتحات اللي اتكلمنا عنها من شويه اللي بتيجي في اللاب من تحت. بالاضافه طبعا اللي فيه منافذ كتير جدا زي ما انتم شايفين كده، لان بورت USB بالاضافه ل HDMI والثاندر بولت، بالاضافه كمان لمنفذ USB-C. لازال هنا شكل التصميم الغريب مكمل معاك لما بتفتح اللاب هنا، والشاشه بتيجي منفصله بعيده عن البودي بتاع الجهاز، المفصلات بتاعتها شغاله بشكل كويس جدا، وما تقلقش ابدا من حاجه زي دي. الابهار الحقيقي بقى هنا هو اللي موجود في الكيبورد، وطبعا زي ما انتم شايفين الالوان بتاعتها الجميله ديت، واللي تقدر تنزل ابلكيشن اللي هو الاومن كوماند سنتر دوت، واللي هيديك امكانيه طبعا انك تعمل كاستمايز للالوان بتاعه الكيبورد ديت وتغيرها بالشكل اللي يتناسب مع ذوقك. وبعيد عن شكل الكيبورد الجميل دوت، الكتابه عليها بصراحه تعتبر كانت مريحه جدا، وما واجهتنيش فيها اي مشكله من خلال استخدامي ليها في المده اللي فاتت دي. ونفس الكلام هنا بينطبق على استخدام التاتش باد بتاع الماوس. تصميم مختلف زي ما شفنا، ومش تقليدي كمان، ومش معتاد انك تشوفه على معظم اللابات، وبيعبر بشكل كبير جدا زي ما قلت عن كونه لاب موجه للالعاب. بخصوص وزن الجهاز، اللاب طبعا الوزن بتاعه يعتبر معقول، مش تقيل زي الاصدارات القديمه او الاجيال القديمه من اللابات، وفي نفس الوقت ما هوش خفيف برضه، زي ما قلت الوزن بتاعه يعتبر معقول جدا. بعيد بقى عن نقطه التصميم واللي مش هتفرق هنا في النهايه، الموضوع ده بيكون اذواق يعني. خلينا نخش على طول في الموضوع ونتكلم عن التجربه الحقيقيه اللي هتاخدها من استخدامك لللاب هنا، وهنتكلم عن العتاد والمواصفات الداخليه اللي بيقدمها، ونفس الكلام برضو بالنسبه لتجربه الاستخدام. اللاب هنا زي ما قلت هو جاي بمعالج من انتل من الجيل التاسع اللي هو الكور i7 9750H، بالاضافه للاصدار اللي معايا دوت بيتوفر ب 32 جيجا رام، وكمان هنا الجهاز جاي بهاردين 512 SSD من نوعيه NVMe، بالاضافه لهارد 1 تيرا للتخزين، مع كارت شاشه طبعا من نوعيه GTX اللي هو ال 1650 بقوه 4 جيجا. زي ما شفنا مواصفات قويه جدا بيقدمها الاومن HP هنا، ما تعتبرش طبعا اقوى حاجه موجوده في العالم حاليا، لكن لازالت بتقدم تجربه ممتازه جدا، خاصه كمان في وجود ال 32 جيجا رام والمعالج اللي من الجيل التاسع دوت مع كارت الشاشه العملاق جدا ده. بمعنى لو كنت انت مثلا من الناس اللي بتستخدم منتجات ادوبي في اعمال الجرافيكس والحاجات اللي بالشكل ده كده، اللاب هينفعك جدا جدا في حاجه زي ديت، ومش هتواجه اي مشكله وانت بتعمل ريندر وانت بتشتغل على اي مشروع تقيل، سواء بقى كنت بتصور فول HD او بتصور 4K. اللاب هنا هيقدم معاك اداء خرافي بصراحه، ودي كانت تجربتي معاه بالنسبه لاستخدامات البريمير تحديدا. وبالتاكيد هيديك تجربه هتكون روعه جدا لو حصل واشتريته، لو كنت طالب من طلاب الهندسه ومحتاج طبعا انك تشتغل عليه على برامج الاوتوكاد. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انت لو هتستخدم اللاب دوت في الاستخدامات اليوميه بقى، الاعمال المكتبيه والحاجات اللي بالشكل ده كده، هيديك اداء خرافي بالتاكيد. بالنسبه بقى لادائه في الالعاب، طبعا زي ما شفنا هو جاي بكارت شاشه هنا اللي هو GTX 1650 قوته 4 جيجا، لكن انا بصراحه مش من ضمن الناس اللي مهتمه بالالعاب بشكل كبير،
لكن انا جربت عليه بعض الالعاب كده وفي تجربتي ليها كانت شغاله بشكل امتياز. لكن في النهايه انا ما اقدرش بصراحه احكم لك على موضوع الالعاب دوت، لان انا زي ما قلت انا مش بتاع العاب وما اقدرش احكم لك على تجربه الالعاب بشكل مثالي. لكن اقدر اقول لك ان بالمقارنه بلابات تانية جربت عليها نفس الالعاب اداء الجهاز هنا يعتبر كان استثنائي جدا. الخلاصه في نقطه الاداء ان اللاب هيديك تجربه هتكون ممتازه جدا في كافه استخداماته، سواء بقى كنت هتستخدمه في الالعاب او في التصميمات او حتى في الاستخدامات اليوميه. بخصوص بقى الشاشه اللي بيقدمها اللاب هنا، وفيها نقطه زعلتني بصراحه، الجهاز هنا جاي بشاشه بحجم 15.6 بوصه بدقه فول اتش دي بلس، وجايه هنا بريزولوشن 1920 في 1080، لكن للاسف الشديد هي جايه ب 60 هرتز ومش 90، مش 144 ولا حتى 120 هرتز. بالاضافه كمان ان عليها خاصيه الانتي جلير. بخصوص بقى نقطه ال 60 هرتز ديت، لو انت ما كنتش جربت قبل كده انك تشتغل على شاشه بريفريش ريت عالي مش هتاخد بالك منها هنا خالص على الجهاز، خاصه زي ما قلنا ان الجهاز جاي بمواصفات تعتبر متوحشه. لكن لو كنت جربت حاجه زي ديت على لاب قبل كده وكانت الشاشه بتاعته مثلا بتدعم ال 144 هرتز كريفريش ريت، هتحس بفرق طبعا هنا، وهتحس بالسلاسه والنعومه اللي كانت موجوده في اللاب الثاني مش موجوده هنا على الجهاز. دي حاجه طبعا كانت هتبقى اضافه قويه جدا لو كانت موجوده في اللاب هنا. لكن بشكل عام بعيد عن نقطه 60 هرتز، اداء الشاشه بصراحه كان ممتاز جدا، ولو انت هتستخدمها في اعمال الجرافيكس وفي تصحيح الالوان والحاجات اللي بالشكل ده كده هتكون ممتازه جدا، وده اللي حصل معايا ومش هتواجه فيها اي مشكله. ونفس الكلام هنا برضو بالنسبه لو انت هتتفرج على محتوى بقى، الناس بتحب تتفرج على الافلام والمسلسلات والحاجات اللي بالشكل ده كده، هتفي بالغرض هنا على افضل ما يكون، وهتكون ممتازه جدا في حاجه زي دي. اداء البطاريه بصراحه كان ممتاز جدا برضو، لكن طبعا مش محتاج اقول لك ان انت لو هتلعب على الجهاز او هتستخدمه في اعمال الجرافيكس والحاجات اللي بالشكل ده كده، انت لازم طبعا تكون موصل الشاحن عشان تاخد اداء قوي هنا من الجهاز. بعيد عن كده اداء البطاريه كان مستقر جدا معايا بصراحه، وكانت تجربتها ممتازه برضو. واخيرا بقى الحكم النهائي على الجهاز، زي ما شفنا الجهاز بيقدم تصميم يعتبر محترم، مواصفات داخليه تعتبر قويه جدا، شاشه ممتازه بالرغم التنازل اللي فيها اللي هو 60 هرتز ده، الا ان في النهايه اللاب تجربته معايا كانت رائعه بصراحه. السعر بتاع الجهاز انا ما عنديش سعر ثابت ليه، بسبب ان المواصفات بتاعته متغيره، ساعات بينزل ب 16 جيجا، ساعات بينزل ب 32 جيجا رام، على حسب، ممكن الهارد 512، ممكن هارد 256 اس اس دي برضو على حسب. في كل اللي انا اقدر اقوله لك ان انت لو هتشتريه جديد غالبا هيكون فوق ال 20000، ولو هتشتريه مستعمل غالبا هيكون تحت ال 20000. ولو عندي اسعار دقيقه برضو هسيبها لكم في وصف الفيديو. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشتركوا في القناه لو انتم حابين محتوى مراجعه اللابات دوت، واللي ان شاء الله زي ما قلت هيكون موجود كتير جدا في القناه في الفتره اللي جايه. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.